يا أخي أنا زهقت والملل راكبني من فوق لتحتي، كل يوم نفس الحاجة مفيش تغيير، والمصحف طهقت مش زهقت بس. أصحى الصبح، أفطر، أنزل الشغل، أرجع البيت، أنام، أصحى الصبح، أفطر، أنزل الشغل، أرجع، كله زي بعضه زي بعضه لما طهقت. مفيش مرة أصحى المغرب، العصر، الضهر حتى، مفيش مرة مفطرش. بيقولك الإنسان أسير عاداته. الراجل اللي قال الجملة دي برنس وعايز الضرب بالجزمة، بس المرة دي بقى غير. أنا كل يوم أصحى مقرر إني هغير النهاردة وأعمل حاجة جديدة، وكل يوم أفضل أسير عاداتي. أنا مرة رفدت كل اللي شغالين عندي في الشركة من الزهق. طبعا أنا رجعتهم تاني في نفس اليوم لأن هم اللي عارفين الشغل وأنا كان هيتخرب بيتي، وأنا عندي أبقى زهقان وغني أحسن ما أبقى فقير ومبسوط. النهارده بقى قررت أغير. أنا النهارده هغير. أنا النهارده هغير. أولا صحيت من النوم متأخر، وقبلها طبعا نمت متأخر عشان كنت بفكر في النهارده هقضيه ازاي من غير ملل. ثانيا ما فطرتش خالص. كان نفسي اجيب فول وفلافل وحاجات من اللي الناس بتفطر بيها، بس قلت لا، مفيش فطار النهارده. ثالثا ما نزلتش الشغل. هتقولي ما هو النهارده اجازه، ما انا بنزل الشغل في الاجازه برضه. رابعا وده الاهم، هروح فرح النهارده. تعرف بقالي قد ايه ما رحتش فرح؟ ياه، عمر. من البيت للشغل، ومن الشغل للبيت، ومن البيت للشغل، ومن الشغل. انا زهقت بجد. الساعة داخلة على 7 بالليل ولازم انزل عشان الحق الفرح من اوله. مش هاخد العربية المرسيدس النهارده، ولا البي ام، ولا الجاكوار، ولا حتى الاوبل التعبانة الكتيانة دي. لا 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 لا. انا هتمشيها لحد القاعة كنوع من انواع التغيير. انا لاول مرة من سنين مش زهقان، حاسس بنوع من انواع التغيير كده. حاسس اني كسرت الملل. لا لا، فشفشت الملل. وصلت القاعة، كل العيون عليا من ساعة ما دخلت. كل الناس بتبص عليا مبهورين بيا. ما انا ما رضيتش اقول لك ان انا العريس. اموت والله، فشفشت الملل. انا في قمة الانبساط، قمة الانبساط. بس المشكلة العروسة مش قاعدة في الكوشة. يمكن لسه ما جاتش. لا بس أنا لمحتها وأنا داخل، كانت بتجري على جوه. بقول لك إيه، أنا مش هشغل دماغي بحد، أنا كده مبسوط ومفشفش الملل وزي الفل. هروح أقعد على الكرسي وأنا كده في السلامة. بس المشكلة إن الناس كلها سكتت من ساعة ما دخلت القاعة، ولسه لغاية دلوقتي ساكتين ومتنحين فيا. حاسس إن في حاجة غلط. أنا قلت عادي الناس بتحبني يعني وبتبصلي وأنا العريس وكده، بس الموضوع زاد عن حده قوي. مش عارف مالهم الناس دي والله. أول مرة يشوفوا عريس جاي قاعة الفرح بالملابس الداخلية، ده حتى كده الجو طراوة يعني.